شوف معايا اليوم ردة الفعل ديال الإعلام الجزائري من الفوز المستحق ديال المنتخب الوطني المغربي بجوج الأهداف لزيرو مع منتخب زامبيا، وكذلك ردة الفعل ديال الإعلام التونسي. وشوف شنو قالوا، لا على حساب الجامعة، لا على حساب التيرانات، لا المنتخب المحلي وقوة المنتخب. هادشي اللي بداو كيقولوا راه حنا ولينا كنصدموا. كانوا في الاول كانوا كيبقى يخونوا لا وغير كيديروا هذاك الشيء ولا راه غير الكولاسه، ولكن دابا اليوم راه بفمهم كيبقاو يعترفوا بهذا الشيء اللي وصل ليه المغرب، حيت ماشي حيت كاينه الخدمه. نسق كبير دونك وقت يجي. هذه هي الحقيقة المرة التي لا يمكنني إخفاؤها كجزائري. إنني أغار من المنتخب المغربي وإنجازاته الرياضية المتميزة. يسافر اللاعبون المغاربة إلى خارج أراضيهم ويحققون انتصارات مهمة ضد منتخبات قوية مثل زامبيا وغيرها. حق مشروع أنه يطمح يلعب في منتخب إيطالي ويلعب كوب ديروب ويلعب كوب دي موند. حق مشروع. سامي ترابلسي قال كلمة ممتازة، قال هذوما باش تجيبهم المواهب هذه كان بالنتائج نتاعك كيما المغرب كي يشوفوك تلعب في كاس العالم ويشوفوا النجوم نتاع واحد يلعب في الريال والاخر يلعب في ليفربول والاخر يلعب في يجيو وما يتشردش ومن غير ما يخمم. احسن اسيست يا عمار. نحن عندنا النجوم وعندنا الاسامي وعندنا الملاعبيه اللي نجموا نعملوا بها نهايوم تاع ايكيب ناسيونال. الشيء اللي خلينا نسالوا اليوم، هل فما فكره تكرار تجربه الجزائر او خاصه المغرب في التعويل بشكل كبير ياسر على الملاعبيه اللي عندهم دوبل ناسيوناليتي اللي مولودين في فرنسا وفي ايطاليا وفي المانيا، لانه تكوينهم افضل وبيئتهم افضل الحقيقه ومحيطهم افضل، فالمفروض انه يكونوا الفالور اجوتي نتاعهم على ليكيب ناسيونال اكثر من اللاعبيه اللي تكونوا في تونس وعاشوا في تونس. هذا المفروض. اليوم تونس نجم تمشي في هذا كي نحكيو على تونيكتي. هذه هي الحقيقه المره التي لا يمكنني اخفاؤها كجزائري. انني اغار من المنتخب المغربي وانجازاته الرياضيه المتميزه. يسافر اللاعبون المغاربة إلى خارج أراضيهم ويحققون انتصارات مهمة ضد منتخبات قوية مثل زامبيا وغيرها، بينما نحن نتردد في السفر للعب مباريات في الدار البيضاء. نحكيو على تونيكتي اليوم سلتيك، نحكيو على اسماعيل الغربي او اكسبورغ، كي نحكيو على بقية المواهب اللي عندهم دوبل ناسيوناليتي. شوف تو الفوارق واضحة. أنت كي تسمي الجمعيات يلعبوا فيها الملاعبية نتاعك وتقارنها بالمغرب مثلا ولا بالجزائر، تلقى عندهم من حسن حظهم تلقى عندهم لاعبين يلعبوا في مستوى عالي في دوريات اكبر مع فرق كبار في نسق كبير. دونك وقت يجي باش يعطيك اضافه كبيره. انت خويا اش تحب نقول لك؟ مش نقول لك مش موجود. هذوما اللي موجودين نحاولوا. شوف خذ مثل تكمل بيتر بعد المثل هذا الاول والثاني هو المستوري. عندك المليوي مثلا هداف الشان مع المغرب 6 اهداف، وقبله هذا في الشان هداف نتاع المغرب كان الكعبي، وقبله رحيمي. شوف التواصل من هداف في الشان يحترف في البر تلقاه في اولمبياكوس. هاي الخدمه. انت اليوم هذا المليوي هداف الشان، المفروض هداف وبيتور تلقاه في المنتخب الاول ولا؟ هاي شكون يلقى قدامه؟ نصيري فينيرباتشي، يلقى قدامه ايوب الكعبي اولمبياكوس، يلقى حمزه ايغانام. حمزه ايغانام مازال مشى من سلتيك الجمعه هذه، مشى من سلتيك مشى الليل، ضربوا اليوم تاع الطالبي ب7 في شوط مالكا هو زوز. السلام عليكم مازال كي جامد زوز بونتو. هاي ايش تحب نكمل لك؟ مروان السنادي اتلتيكو بيلباو. يا خويا العزيز كيفاش تحكي؟ ايش نعملوا معاهم؟ تحب تمشي تلعب معاه كوب دافريك؟ ايش نعملوا معاهم؟ هذاك علاش اولويات الجامعه التونسيه لكره القدم تو ترشح لكاس العالم والبطوله العربيه قبل كوب دافريك. البطوله العربيه قبل كوب دافريك؟ طبعا البطوله العربيه القاره نتاعنا والمسابقه الاهم معناها. لا مش ماليا رياضيا نحكي بصراحه. رياضيا كوب دافريك، رياضيا كوب دافريك فيش كلام. لا مش كومبارابل. لا اسمعني انا قلت لك هدف غير معلن واقول لك علاش. غير معلن طبعا. علاش؟ من طرف شكون؟ من طرف فيدراسيون. شوف من طرف فيدراسيون. خلينا نفهم. اي من الفيدراسيون غير معلن معناها بالنسبه للفيدراسيون الكوبا اهم من الكوب دافريك. هذا اللي نفهمه. خاطر تنجم تجيب لنا فلوس وعندنا فيها الحظوظ والشانس اننا نمشوا لبعيد اكثر. علاش؟ لانه المغرب والجزائر ومصر عاملين منتخب محلي لا علاقه له بالمنتخب الاول. يا هز الشان جمله واحده، هز الشان المنتخب المحلي بتاع المغرب. ما هو احنا من بعد معناها على اساس سهله اللعبه في الكوباراب. هو هز الشان. احنا في الكوباراب مش نمشيو نجيبوا نعيم السليتي وفرجاني وبرمضان
وعندنا على الاقل 5-6 ملاعبيه من ليكيب اللي يلعبوا في الدوريات الخليجيه واللي يلعبوا في الدوريات العربيه اللي تنجم تقوي بهم في حين المغرب ولا الجزائر ولا مصر كي يبدا عندها محترفين في نوادي كبيره تحشم باش تكلموا عليه. بطولة عربية خارج جورني فيفا ما تنجمش تكلموا عليه. هو مازال كي جاء في جورني فيفا نتاع نوفمبر تقولوا بالله زيد اعطيهولي عندي بطولة عربية من البريمير لو 18 وبعد عندك كوب دافريك تو يقول لك على 5 سنين خليها عندك وبرا. انت تو مرموش تنجم تاخذه مصر. لا ما تنجمش. ما تنجمش. شكون مش يصيب؟ احنا الملاعبين المحترفين البرا انا نعرف تو الجامعة نتاعنا قاعدة في تواصل مع الانديه الاوروبيه مش العربيه. العربيه باش يسيبون في الكوباراب باش يسيبون في الكوباراب ومش يجيو بالكونت جود بشويه بشويه حتى المنتخب نتاعنا يكون اقوى ما يمكن ويقرب للفريق الاول باش نحاولوا ندخلوا شويه في اكثر فلوس لبعيد العربيه باش ندخلوا شويه فلوس. مع كان وفقنا ربي في الكوب دي موند اطارات فنيه عندها عام وعامين ما خلصتش. في شنو تحكي انت؟ هو عاده اللي نعرفوه الكل لما كي نحكيو على ايكيب ناسيونال نحكيو على تتويج وعلى بوديوم وعلى كذا. المعطى المالي اوكي مهم جدا والمسابقات الكل فيها فلوس وكذا، اما ما نحكيوش على الفلوس. احنا نحكيو على ايكيب ناسيونال تهز تيتر تلعب فينال تلعب دومي فينال. ما نحسبوش من بعد والله ايكيب ناسيونال خذت 4 مليارات ولا 5 مليارات. مش هذا حسابنا القديم، هذا جديد. يا حيدر تو انت باش تكون سيدي سامحونا باجات موزايك الاولى في تونس هكاك لا مش هكاك. لا خدمت لا تعبت لا تيما ولا ثم خدمه. عايش خويا تو هذه منتخبات ما ثم منافسه ولا تو هذه كي تشوف المغرب انت اليوم والجزائر والسنغال والكوت ديفوار تشوف جنوب افريقيا كيفاش قاعده تتطور. شوف المنتخبات واحنا قعدنا غادي تتي عندنا تيران واحد هومولوجي عندنا استاد واحد هومولوجي. لا فهمت. لا شوف لا عندنا تكوين لا عندنا تيرانات لا عندنا شوف. في مفاجأة جديدة هزت الشارع الرياضي الإفريقي، حقق المنتخب المغربي فوزاً ثميناً على نظيره الزامبي خارج أرضه ليرسل رسالة قوية لكل المنتخبات الإفريقية مع اقتراب الحسم في تصفيات كأس إفريقيا وكأس العالم. الإعلام التونسي لم يخف اندهاشه من قوة أسود الأطلس الذين واصلوا عروضهم القوية خارج القواعد، بينما بدا الإعلام الجزائري في حالة ارتباك وقلق شديد من فكرة مواجهة المغرب مستقبلاً، خاصة وأن اللعب في الملاعب المغربية بات يشكل عقدة للمنتخبات المنافسة. الخوف الجزائري تضاعف بعد هذا الانتصار، حيث اعتبر المعلقون أن المغرب يوجه رسالة مباشرة: اللعب في المغرب ليس كأي مكان، وهو ما زال الضغوط على المنتخب الجزائري الذي يرفض خوض مبارياته الرسمية على الأراضي المغربية. بهذا الفوز التاريخي على زامبيا يثبت المنتخب المغربي مرة أخرى أنه الرقم الأصعب في القارة الإفريقية، وأنه قادم بقوة لكتابة التاريخ.